السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة أحمد سبورت نيوز مع تحليل مباراة منتخب تونس ومنتخب تنزانيا ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس أفريقيا. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في لقاء حمل الكثير من التفاصيل التكتيكية واللحظات الحاسمة. ملخص سريع للمباراة. المباراة جاءت متوازنة في أغلب فتراتها. تونس حاولت فرض أسلوبها والاستحواذ، بينما اعتمدت تنزانيا على التنظيم الدفاعي واللعب على المرتدات السريعة. هدف في نهاية الشوط الأول لتونس، ورد سريع من تنزانيا مع بداية الشوط الثاني ليستمر التعادل حتى صافرة النهاية. تحليل الشوط الأول. منتخب تونس دخل اللقاء بخطة 4-3-3 مع ضغط متوسط ومحاولة بناء اللعب من الأطراف. التحكم كان نسبيا في وسط الميدان إلى أن جاء الهدف في الدقيقة 43 بعد ضربة جزاء نفذها بنجاح إسماعيل الغربي ليمنح نصور قرطاج تقدم قبل نهاية الشوط الأول. تحليل الشوط الثاني. في بداية الشوط الثاني دخل المنتخب التنزاني بشكل أكثر جرأة وضغط على دفاع تونس، ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 48 عن طريق فيصل سلوم. بعد الهدف انخفض الإيقاع نسبيا، تونس استحوذت لكنها فقدت للحسم، بينما ركزت تنزانيا على إغلاق المساحات والحفاظ على نتيجة التعادل. تشكيلة رسمية لمنتخب تونس. منتخب تونس دخل لعب بتشكيلة 4-3-3 في حراسة المرمى الرحمن. خط الدفاع العايدة الطالبة برون فيليري. خط الوسط السخير بن علي إسماعيل الغربي. خط الهجوم عاشور المسطوري تنكوتي. مدرب سامي طرابلسي. تشكيلة رسمية لمنتخب تنزانيا. أما منتخب تنزانيا فدخل المباراة بخطة 4-5-1 في حراسة المرمى فوقه. خط الدفاع لوسيني حامد مويمينتو مونجا. خط الوسط مسوفة ماسانجا سلوم ميروسي أدراكيا. خط الهجوم جون. المدرب ميخيل أنخيل غاموندا. أبرز نجوم المباراة. نجم منتخب تونس كان إسماعيل الغربي بفضل تحركاته وهدفه من ضربة جزاء. وفي منتخب تنزانيا برز فيصل سلوم تسجيل هدف التعادل وأداءه القتالي في وسط الميدان. خلاصة الفنية. تعادل يعيد منطقيا بالنظر إلى مجريات اللقاء. تونس كانت الأفضل استحواذا لكن دون فاعلية هجومية كافية، بينما نجحت تنزانيا في الخروج بنقطة ثمينة بفضل الانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي. في النهاية، ما رأيكم بأداء منتخب تونس؟ هل كان قادرا على تحقيق الفوز؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة أحمد سبورت نيوز وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم، إلى اللقاء.